السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة ميديان تي في. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب. اخوان، مؤخرا الضمان الاجتماعي، صندوق الضمان الاجتماعي كندير واحد التحديث للتطبيق ديال تسجيل الدخول، يعني باش تدخل للحساب ديالك تشوف شو الملفات ديالك ديال الدواء، واش قبلوك ولا مازال ولا ترفض ولا شي حاجه. المهم الا بغيت تدخل للحساب ديالك في الضمان الاجتماعي، مؤخرا كنديروا واحد التحديث للتطبيق ديالهم، حتى في السيت، يعني حتى في الموقع الرسمي ديال الضمان الاجتماعي حتى هو فيه تحديث جديد. يعني باش تدخل خصك تسجل ضروري بهوية رقمية. وبالنسبة لهذا التحديث الجديد، كاين الناس اللي عندهم تليفونات يعني ما يقدوش يخدموا هاد الهوية الرقمية. مثلا كاين شي تطبيقات اللي ما كيدعمهمش الهاتف، مثلا بحال هاد التطبيق ديال غنوريكم دابا. هاد التطبيق ديال الهوية الرقمية كاين شي تليفونات اللي ماشي اي تليفون كيدعم هاد التطبيق ديال الهوية الرقمية. خص ضروري انك تكون عندك التقنية ديال NFC اللي هي هذه NFC. وكاين تليفونات اللي ما فيهمش هاد التقنية ديال NFC، بحال التليفونات القدام ما فيهمش، كاين غير جداد. ويعني دابا هاد التحديث هذا غادي يخدم غير لواحد الفئة قليلة، واحد الفئة قليلة اللي عندهم تليفونات يعني جداد. بالنسبة للناس اللي عندهم هاتف قديم راه ما يخدم لهمش. ودابا الناس يعني ما لقاوش شي حل كيفاش انهم يدخلوا لهاد التطبيق ديال لاسينيسيس. وحاليا واخا يكون عندك تليفون فيه تقنيه NFC وما تقدرش تدخل، يعني راه باقي التحديث باقي عاد في طور الانجاز، يعني باقي مازال كيزيدوا فيه بزاف ديال الحوايج، يعني باقي التطبيق ما خدامش، وحتى السيت الرسمي ديال الضمان الاجتماعي باقي ما خدامش، ما تقدرش تدخل. كاينه الاخوان واحد الطريقه اللي تقدروا تدخلوا بها او ترجعوا للتطبيق القديم، يعني ما غاديش تقدر تيليشارجيه من بلاي ستور. يعني بلاي ستور واخا تدخل له غادي تلقى يعني غير تحديث جديد، الفيرزيون جديده، ما غاديش تلقى القديم. انا غادي نوريكم دابا ماسينيسيس. هذه هي التطبيق ديال ماسينيسيس، يعني هذا هو جديد، تحديث جديد. دابا باش انكم تدخلوا تيليشارجيو التطبيق القديم اللي كان فيرجون قديمه اللي تدخل به غير بالرقم ديال التسجيل ديال الضمان الاجتماعي وكلمات السر اللي كانت عندكم القديمه. شنو غادي تحتاجوا؟ غادي تدخلوا لجوجل، غادي تكتبوا كاين واحد الموقع اللي سميتو ابتدون. ابتدون هو هذا، غيطلع لنا هو الابتدون ديال التطبيقات، يعني لي زابليكاسيون. غادي نجيو هنا، حتى هذا داير بحال تقريبا بحال بلاي ستور، اي كيما كانت التطبيق كتلقى فيها. كتجي هنا للبحث، كنكتبوا سينيسيس، كنكليكيو بحث، هو كيطلع لنا التطبيق هو هذا الفوقاني، كنكليكيو عليه. ها هو كيعطيك، وهذا هو التطبيق، يعني الفيرجن القديمه كما كتشوفوا. نشوف دابا هاي الفيديو القديمه. كتجي هنا كدير تيليشارجي، نتسناو شويه. هاي هنا كنكليكيو تيليشارجي كوميم. ها هو انا الاخوان، هو كيتيليشارجا. هو من بعد ما تيليشارجا الاخوان كنديرو اوفغير، هو كيعطيك انستالي. نصبروا عليه واحد شويه، نعطيولو اوتوريزاسيون التليفون باش يقبل لنا التطبيق.
غادي تفتحي الصاله بحال التطبيقات الاخرين عاديين. يعني كاين الاخوان هذا الموقع هذا اللي وريتكم دابا عاد، وكاين واحد الموقع اخر عاوتاني غادي نوريه لكم دابا، سميتو ابيكاتور هو هذا الاخوان ابيكابير. قلت لكم على ابيكاتور سميتو ابيكابير، كتكليكي هو هذا الفوقاني. راه فيه جميع التطبيقات. غنكليكيو في الخانه ديال البحث ونكتبو سينيسيس. هو الاخوان هو سينيسيس تا هو كتليسارجيه، كتكليكيه باش تليسارجا. هو كيتليسارجا الاخوان. صافي ملي كيتليسارجا كيتفتحوه، ملي كيتفتح كتانستالا كيخدم عادي بحال اللي راك تليسارجي من بلاي ستور. يعني غير هو هاد الطريقه كتعطيك الفيرجون القديمه، يعني ما فيهاش ديك الهويه الرقميه. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان في هذا الشرح. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم، وتسناونا فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.